والله زمان لما كان التصوف مصدر لإلهام الصانع والفنان، هنشوف ألوان من التراث الصوفي عبر الزمان. هنحكي حكاية مولانا جلال الدين الرومي اللي بيحتفل بيه العالم كله بمرور 800 عام على ميلاده. وهنا في السمع خانة كانت تقام شعائر وطقوس طريقته المولوية. والله زمان. التصوف الإسلامي فيض من الشفافية، سلوك يتسم بالذاتية المفرطة لا ينفصل أبدا عن العقيدة والشريعة، إذ أن الإسلام يستهدف ترقية الحياة الإنسانية وتزكية النفس وسمو الروح. ولأن التصوف ذوق ووجدان، سلوك ومقام وحال، كانت لغة أصحابه لغة راقية لها دلالة وإشعاع، أثرت اللغة العربية وفتحت أبواب القلوب والبصائر لإدراك الحقيقة. ولد مولانا جلال الدين الرومي في بلخ بأفغانستان في يوم 30 من شهر سبتمبر من العام 1207 لأب اسمه محمد بن حسين بهاء الدين. يحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنعم عليه بلقب سلطان العلماء من خلال رؤية تجلت لجميع علماء بلخ في ليلة واحدة، فكان تأثيره على التكوين الروحي لابنه جلال الدين بالغ الأثر في التصوف. ولع مولانا جلال الدين الرومي بالشعر العربي ولا سيما المتنبي، وتفرد بالخلوات الأربعينية حتى بلغ درجة رفيعة في الكشف الصوفي. ذهب إلى الشام ثم إلى قونية حيث تأصلت اتجاهاته. وعلى الرغم من ولعه بالشعر والرقص الصوفي إلا أنه أفرط في زهده وتعلق بشعائر الصلاة والصيام لفترات طويلة. تقع المجموعة المعمارية لدراويش المولوية السمع خانة عند أقدام القلعة، تطل على شارع السيوفية الذي يقطع باب زويلة ليصل حتى باب الفتوح، وقد جاءت تسميتهم بالدراويش في العصر العثماني. اعتاد مولانا جلال الدين الرومي ترديد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. والمقصود في الآية الكريمة النفس. أمضى حياته في التأمل ومجالس السماع وإنشاد الأشعار بأسلوب سهل فياض. والسمع كلمة تعني الاستماع للأصوات المرتبطة بالذكر، لذا سميت المجموعة المعمارية لدراويش المولوية في مصر بالسمع خانة، والتي كانت من أهم الروابط الروحية بين الماضي والحاضر، بين التدين والأدب، وكان ازدهارها في العصر العثماني. اتخذ الذكر شكل دائرة تسير على عكس عقارب الساعة، أي في اتجاه طواف الكعبة. وعندما تبدأ الموسيقى الدينية الصوفية كانوا ينشدون القصائد من المديح والثناء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهر، مصحوبة بآلات القانون والناي، مرددين ألوانا من الأدعية متماسكين في رقصهم بشكل دائري. فجاءت رقصة التنورة. خص الرومي كل الطبقات الوسطى والدنيا بعطفه وتقديره، صادق أهل الصناعات والحرفيين مما سبب تهجمات بعض علية القوم عليه، يرتضي الخياط والنساج والبائعين حيثما حل أحدهم يرتضي. رقصة التنورة تعتبر إحدى وسائل التعبير عن التصوف، حيث تجسيد هيام الروح، فالملابس البيضاء من السمو والطربوش من الاحترام. أما الفاطميون فقد أدخلوا عليها ألوانا من الأشكال الإسلامية من الفكر الصوفي ونسيج الخيامية، تلك الحرف اليدوية التي بات مولانا جلال الدين يدعم صناعها كأقوى محركة في الفكر الصوفي.
بدأ كتابه المنثوي بالحديث عن سبب الآلام ومصدر الأوجاع الأول، مشبها ذلك بألم الناي حين اقتطع من شجرته وصار قصبة يتموج غناؤها بحنين يذوب شوقا، فيقول: استمع للناي كيف يقص حكايته، إنه يشكو آلام الفراق قائلا: إنني منذ قطعت من منبت الغاب والناس رجالا ونساء يبكون لبكائي، إنني أنشد صدرا مزقه الفراق حتى أشرح له ألم الاشتياق، فكل إنسان أقام بعيدا عن أصله يظل يبحث عن زمان وصله. لقد شارك في دفن جثمان مولانا المسيحيون واليهود، وصلى عليه الجميع كل حسب شعائر دينه. حين تقبل زائرا لقبري ستجد ضريحي المسقوف يرقص، فليس هناك مكان للحزين في الوليد. إن كان مولانا جلال الدين الرومي قد فارق الحياة عند مغيب شمس يوم وفاته في العام 1273، فما ذلك إلا ليتحد بشمس الخلود وليبقى نوره مشعا عبر قرون 8 من الزمن.